ليه الكهرباء لما بتيجي تنطفي بترجع تاني، وانت من ساعة ما انطفيت ما رجعتش تاني؟ فانت ركز معايا واشرب له اخر بق في كوباية القهوة وافهمك ايه اللي بيحصل. الكهرباء لما بتيجي بتقطع ده حدث وبيحصل، والحدث بيخلص وبترجع الامور زي الاول من تاني. بس لما يجي الانسان ينطفي ده مش حدث، ده وجع، وده سببه انك انت شعرت بحالة اكتئاب، حالة حزن، عدم الثقة في نفسك، شعرت بانك ناقص ما بين الناس اللي حواليك، وده سببه ان حاسس بان الظروف اللي حواليك مش مساعداك، ان البيئة اللي حواليك مش مدياك الفرصة بانك تتقدم او تعمل انجاز في حياتك، حاسس ان الابواب مقفولة في وشك، حاسس بحاجات سلبية كتير. واحنا ده لو فكرنا فيه كويس ورجعنا بشريط الزمن بتاعنا هنلاقي اللي كان محطوط في نفس الامور دي وكان امر مننا كمان سيدنا زكريا عليه السلام. كانت الظروف كلها مقفولة في وشه والابواب مسدودة في وشه، ومفيش اي سبب في الحياة اللي هو بيعيشها يخليه يفرح لو مثلا دقيقة. كان كل حاجة مقفولة في وشه، وكان نفسه في ابن، وامرأته كانت عاقرة، بس هو ما استسلمش وعلق قلبه وأفرغ قلبه من همومه وعلق قلبه بربنا، واتفائل بربنا إن بكرة هيجي عليه يكون أحسن، وقال لنفسه إن مفيش حاجة تقدر على قدرة ربنا ومعجزة ربنا في التحقيق اللي هو نفسه فيه. وفعلا جه في يوم في الأيام ربنا نزل آية في القرآن وقال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا سلام، واخد لي بالك ان العقل اصلا لو فكر في الايام اللي كان فيها سيدنا زكريا وفكر بالواقع اللي عايش فيه سيدنا زكريا هتقول ان الحاجات اللي كان نفس سيدنا زكريا فيها عليه السلام استحالة تتحقق، بس بسبب ان سيدنا زكريا علق قلبه بربنا وبقى متفائل بربنا، ربنا كرمه بيحيى عليه السلام. شوف، واخد لي بالك، وامرأته كانت عاقرة. فانت عامل ربنا بيقين، ربنا هيرزقك بمعجزات كتير كتير. على فكرة أنا ارتحت لك، بس فين المعلومة علشان أنا صدعت؟ المعلومة ان هي انت تريح ظهرك لورا وتتفرج على فيلم حياتك من البداية وتشوف الامور السلبية اللي انت عملتها والاضرار اللي انت عملتها اللي هي استنزفت من وقتك انت اولى بان انت تعمل فيه حاجات ايجابية كتير تفيدك فيما بعد. وقدر قيمة وقتك جدا. ممكن انت تعمل حاجة بسيطة دلوقتي بسبب انت بتكررها تكراريا ورا يوم ورا يوم وعمال تكبر فيها، تبقى ليك انت شأن عظيم في هذا المجتمع، ويبقى انت ليك اثر. ولو انت هتموت قبل ما تسيب اثر الناس تتكلم عنك بعد ما ماتك، يبقى انت مالكش لازمة في الحياة. لازم تسيب اثر بعد ما ماتك علشان الناس يحلفوا بحياتك بانك انت كنت انسان عظيم وسبت ليهم حاجة تنفعهم. ولو محتواي عجبك ما تنساش الفولو.